مرحبا بكم أصدقائي في كل مكان. اليوم لدينا جولة جديدة داخل واحد من أهم المشاريع الرياضية في المغرب، ملعب الرباط الجديد الذي سيستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 3030. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة ميدانية لنستعرض آخر مستجدات الأشغال من الأعمال الخارجية إلى تقدم مراحل تسقيف الملعب، إضافة إلى بعض التوقعات التي سبق وذكرناها والآن نراها تتحقق على أرض الواقع. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الأعمال الخارجية والتصميم الهندسي. عند إلقاء نظرة على المنطقة الشرقية نلاحظ أن الأرضية هنا موحدة الامتداد، وهي فكرة متوافقة مع التصميم الأولي المعتمد في كتيب الفيفا. كذلك تم تنفيذ السلالم الجانبية التي ستساعد الجماهير في التنقل من الشارع الخارجي إلى داخل الملعب، حيث ستكون هذه الممرات مصنوعة من الخرسانة المسلحة، بينما سيتم تعبيد الشوارع المحيطة بالملعب بالإسفلت. لكن ماذا عن الاختلافات بين الواقع والتصميم المبدئي للفيفا؟ ببساطة المخططات الأولية لم تتضمن جميع التفاصيل، مثل الأكشاك التجارية، سلالم الجمهور، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه العناصر موجودة بالفعل في المخططات الهندسية التفصيلية التي يتم تنفيذها حالياً. التحديثات في المدرج العلوي. بالنسبة للمدرج العلوي تمت أولى التعديلات في الجهة الشمالية من الملعب، حيث تم تخصيص مساحة إضافية للجماهير مع إنشاء مرافق جديدة مثل دورات المياه لضمان راحة المشجعين. هذا التمديد يتم باستخدام هيكل معدني وصاج معدني، ثم يوضع عليه حديد التسليح قبل صب الخرسانة، مما يسرع من وتيرة العمل، وهو نفس النظام الإنشائي المستخدم في ملعب طنجة الكبير. التجهيزات الخاصة بمنطقة VIP والبث التلفزيوني. أما في المنطقة الغربية فقد بدأت أعمال تجهيز موقف السيارات الخاص بكبار الشخصيات، بالإضافة إلى الشروع في تركيب أولى الأسقف التي ستغطي هذه المنطقة، حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات الأرضية ليتم لاحقا وضع هيكل السقف مع إضافة مناطق خضراء وفتحات تهوية لمركز البث التلفزيوني. أعمال التسقيف وتجهيزات الإضاءة والصوت من ضمن التطورات الأخرى الجارية. تستمر عملية تركيب ممشى الصيانة كات وولك الذي سيتم تعليق الكشافات ومكبرات الصوت عليه. حاليا يتم دعم هذه التركيبات بواسطة أبراج مؤقتة مثبتة على المدرجات، والتي ستساعد في وضع البرنيطة الأمامية للسقف، والتي يتوقع أن تكون شفافة جزئيا لضمان دخول الإضاءة الطبيعية للملعب. التحديثات على الملعب الأولمبي المجاور بجانب الملعب الرئيسي. يشهد الملعب الأولمبي المجاور تقدما في أعمال الرصف الخاصة بمضمار ألعاب القوى، إضافة إلى تجهيزات السقف المعدني للمقصورة الغربية، حيث يتم تركيب الأعمدة المعدنية التي ستدعم المنصة الملكية، منطقة الصحافة والإعلام، والاستوديوهات التحليلية. إذا وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو فأنت حقا من عشاق متابعة التطورات. لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لنوافيكم بكل جديد حول هذا المشروع الضخم. نلقاكم في فيديو قادم، وسلام.